اهلا بيكم في حلقة جديدة من دكتور كيدز. النهاردة هنتكلم عن مرحلة كل ام بتسأل عنها وهي الفطام. كتير من الامهات بيبقوا محتارين، ابدأ امتى، ابدأ بايه، وازاي انظم اكل البيبي بتاعي. انا دكتور يوسف، استشاري طب الاطفال، وفي الحلقة دي هنجاوب على كل الاسئلة دي وهنمشي سوا خطوة بخطوة، من امتى نبدأ لحد انواع الاكل المناسبة في اول سنة بجدول بسيط وسهل. اولا، امتى نبدأ الفطام؟ المنظمات العالمية زي WHO بتوصي اننا نبدأ الفطام من اول سن 6 شهور. لكن الفكرة مش بس في العمر، لازم كمان الطفل يكون مستعد. يعني ايه البيبي بتاعي يكون مستعد؟ يعني يكون بيقدر يثبت رقبته كويس، يكون بيقدر يقعد ولو حتى مسنود سندة بسيطة، يكون بيبص للأكل وبيمد ايده ليه. لو العلامات دي مش موجودة، حتى لو ابنك وصل سن 6 شهور مش لازم نبدأ، ممكن نأجل شوية. بالعكس، ده احنا كمان هنحتاج نبص على التطور بتاعه ونشوف هل في حاجة احنا مش اخدين بالنا منها ولا لا. طيب يا دكتور، انا البيبي بتاعي الحمد لله حسب العلامات اللي انت قلتها دي مستعد ووصل 6 شهور، نبدأ بايه؟ في البداية لازم نفهم ان الاكل في المرحلة دي مش هدفه هو الشبع. الاكل في المرحلة دي هو تدريب واستكشاف وتأسيس لعلاقة إيجابية بين البيبي وبين الأكل. فاحنا هنبدأ بحاجة واحدة بس، مرة واحدة بس في اليوم، زي مثلا الرز بتاع الأطفال اللي هو الرايس سيريال، أو كوسة أو بطاطس مهروسين، أو تفاح مسلوق ومتقشر ومهروس. وكل يومين 3 نضيف نوع جديد ونكتب عندنا ونراقب لو في أي علامات من علامات الحساسية. دلوقتي بقى خليني أقدم لك جدول بسيط وسهل يخليكي دايما عارفة هتقدمي إيه للبيبي بتاعك حسب المرحلة السنية بتاعته. في كل مرحلة هيبقى في ملمس معين للأكل اللي بنقدمه، وهقول لكم على أمثلة منه. من سن 6 شهور ل 8 شهور ملمس الأكل هيكون مهروس وناعم، زي مثلا الخضار، الكوسة، البطاطس، الجزر، القرع، بعض الفواكه زي التفاح، الموز والكمثرى، وقلنا تبقى مسلوقة ومتقشرة ومهروسة، النشويات زي الرز وزي البطاطا، حبوب الأطفال بالذات المدعمة بالحديد، صفار البيض بس هيكون مطبوخ كويس، عدس مسلوق ومهروس. من 8 شهور ل 10 شهور ملمس الأكل هيكون مهروس بس خشن شوية، أو في قطع بس تكون قطع طرية، زي إيه مثلا؟ نفس الأنواع اللي احنا اتكلمنا عليها فوق دي ولكن أقل نعومة، قطع خضار مسلوقة، جبنة بيضة بدون ملح، فراخ أو لحمة مفرومة، زبادي طبيعي، وتوست طري بس هيكون من غير الحواف بتاعته. من سن 10 شهور لحد 12 شهر، عيد الميلاد الأول إن شاء الله بتاع البيبي بتاعك، ملمس الأكل هيكون حتت صغيرة أو فينجر فود، زي مثلا مكعبات الفواكه الطرية، المكرونة الصغيرة، البيض الكامل المسلوق، سمك بدون شوك، أو رز بلبن خفيف وبدون سكر. في بقى شوية حاجات لازم ناخد بالنا منها لأن دي أخطاء شائعة جدا. زي إيه؟ تأخير الأكل لحد بعد سن 8 شهور، ده بيعمل علاقة سلبية بين الطفل وبين الأكل وبيصعب جدا مرحلة الفطام بعد كده. تقديم العصير بدري، ده ممكن يسد نفس الطفل ويعوده إنه يستسهل، فيبقى برضه دخول الأكل بعد كده صعب. استخدام السكر أو الملح في الأكل اللي بنقدمه للبيبي. إجبار الطفل انه ياكل، احنا مش عايزين الطفل يكره الاكل. وطبعا وده خطأ شائع جدا معظمنا بيعمله، وهو مقارنة الطفل بغيره. كل بيبي غير التاني، وكل طفل ليه سرعته اللي تناسبه هو وطريقته هو في استكشاف الاكل. وهنا بقى عايز اقولك 5 نصايح مهمة جدا، لو طبقتيهم ان شاء الله هيكون الفطام بتاع البيبي بتاعك ناجح. اولا، قدمي الاكل للبيبي لما يكون مرتاح، يعني ما يكونش مقريف من حاجه، ما يكونش في حاجه مضايقاه. شجعي البيبي حتى لو بس لمس الاكل، مش لازم يكون اكله. سيبيله وقت يلعب بالاكل، هو كده بيجرب وبيستكشف. كرري الاكل اكتر من مره حتى لو البيبي رفضه. الدراسات بتقول ان الطفل محتاج يجرب الاكل من 8 ل 10 مرات عشان يبتدي يحبه. وافتكري دايما اللعب في الاكل ده تعلم واستكشاف للطفل. طيب امتى بقى يا دكتور لو انا بفطم الطفل بتاعي حسيت ان في حاجات مش كويسه او حاجات مش مريحه؟ ايه الحاجات دي اللي تخليني اقول لا، في حاجه مش صح، انا لازم اروح للدكتور؟
لو البيبي بتاعك بيرفض الاكل تماما، او لو البيبي دخلتيله اكل وفيه رضاعه كويسه ووزنه مش بيزيد، او بيظهر عليه علامات زي الطفح الجلدي او الترجيع او الاسهال بعد الاكل، اي حاجه من العلامات دي يبقى لازم نروح لدكتور الاطفال فورا. في الاخر لازم نفهم يا جماعه ان الفطام ده ما هوش لحظه، دي رحله جميله ومهمه في حياه الطفل. اعمليها بحب وبصبر، وهتفرحي قوي لما تشوفي ابنك او بنتك بيستمتعوا بالاكل لاول مره. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع تعرفوها بدات دلوقتي مرحله الفطام او بتفكر تبداها، واكتبوا لي في الكومنتات ايه اول اكله البيبي بتاعكم حبها، واستنوني في حلقات جديده عن دليل السنه الاولى للطفل. انا دكتور يوسف ودي قناه دكتور كيدز، اشوفكم على خير.